لماذا الإعلام المصري منقسم؟ وهناك كثير من الأقاويل، رضا عبد العال وجمهور الزمالك والأهلي واتهامات لحسام حسن بالتمييز للاعبي الأهلي. مصر أكبر من كل ذلك، ونحن في أهم مرحلة نحتاج أن تكون هناك في تكاتف من قبل الإعلام ومن قبل اللاعبين ومن قبل الإدارة من أجل إنجاح البطولة، وأن تصبح مصر في المستوى التي تستحقه. ما هي رسالتك للإعلام المصري؟ دول قلة قليلة جدا من الشعب المصري، وما بيمثلوش مصر ولا بيمثلوا شعب مصر. مصر 120 مليون وأكتر. حسام حسن كل المصريين وراه. دول قلة مرتزقة بيحبوا يطلعوا في الإعلام يعملوا شو إعلامي، والموضوع ملوش أي علاقة. وفي زملكاوية كتير معترضين على الكلام ده. عمر ما منتخب مصر أبدا اتكلم على مين بيلعب، لعيب زمالك ولا لعيب أهلي ولا بيراميدز. طول عمرنا ورا المنتخب وهنفضل ورا المنتخب، وحسام حسن قادر بالمنتخب ده يعمل حاجة إن شاء الله. لكن دول قلة قليلة قوي وليهم أهداف تانية خالص يعني. ما هي على مستوى أرضية الملعب ما هو سبب هبوط مستوى لاعبين مصر في الشوط الثاني؟ يعني منتصف الشوط الثاني تبدأ التركيز واللياقة في هبوط كبير جدا. اللياقه البدنيه لمنتخب مصر متاثره بسبب تلاحم المواسم. احنا عندنا مشكله في المواسم وفي تظبيط افريقيا مع المنتخبات، مع الاهلي لما بيلعب بره في امريكا، كل ده كاس العالم. فالمنتخب المصري للاسف معظم لاعيبته ما بيرتاحوش خالص، وبالتالي المستوى البدني بينهار جدا. اعتقد كمان المده الزمنيه قبل كاس العالم ما كانتش كافيه للتجهيز البدني، بس ان شاء الله باي تايم ان شاء الله هيبقى احسن والمنتخب هو المشكلة في مصر دائما حتى على مستوى جدولة الدوري المصري دائما ما تحصل هناك مشاكل، ودائما الإعلام منقسم ما بين الزمالك والأهلي، والإسماعيلي راح في خبر كان بسبب هذه المشاكل. على كل حال هذه بنتك صح؟ انت ليه متخبي؟ حبيت تقولي رسالة لأحمد فتوح، لإمام عاشور، لمحمد صلاح، للاعبين المنتخب المصري؟ رجاله يعني مش بعيدة، احنا وصلنا للدور ال 16 فممكن نوصل للأول عادي. اكيد إن شاء الله. ما هو لاعبك المفضل من منتخب مصر؟ بحبهم كلهم. إمام عاشور؟ مرموش. مرموش. أنا بحب مرتضى منصور. كلهم محمد صلاح رجاله. ومرموش. والله يستاهلوا كل خير. مصر العروبة هو التاريخ والحياة. أنا عايز أنتم الثلاثة الحين أنا وأنتم بنغني أغنية حلوة كذا للشعب المصري. عارفة أغنية يا حبيبتي يا مصر؟ بتغنيها؟ بغنيها معاكي؟ كلها. أنا حافظ يعني بنغنيها كذا من القلب لأمنا مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا بلادي، يا أحلى البلاد يا بلادي بلادي، أنا والولاد يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش العينات وعيون الولاد وصبايا البلد. مش حافظة؟ طب النشيد الوطني؟ لا طبعا حافظه. حافظة النشيد الوطني؟ طب ها. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، لك يا مصر السنة. انت رايحة فين؟ انت رايحة حتة تانية. على كل حال من أجمل اللقاءات مع هذه الأمة المصرية العظيمة وهذه البنت الجميلة من مصر العربية التي كانت أما وحاضنا للشعوب العربية، للشعب السوري، الشعب اليمني والشعب السوداني. لقد كانت مصر هي الأم وما زالت، ولذلك لا تستغرب إن قلنا تحيا مصر. تحيا مصر.